السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بيكم في فيديو جديد، وبشكر جدا الناس اللي هي بتكتب لي تعليقات وكومنتات حلوة زيكم. بشكركم جدا طبعا، وبرحب بضيوفي الجداد اللي اشتركوا عندي، نورتوني وشرفتوني طبعا. والناس الجديدة اللي اول مرة تشوف القناة بتاعتي، اتمنى ان انتوا تدعموني باشتراك. انتوا بجد اهلي وعيلتي الجميلة الكبيرة اللي نفسي قناتي تكبر بيكم، ونفسي كمان ان انتوا تشجعوني بكومنتات يعني حلوة كتير، لان انا بفرح بصراحة لما بشوف الكومنتات بتاعتكم، يعني بتفرحني جدا وبتسعدني. الفيديو ده متصور من 2 تقريبا. دي بقى شقة اخويا وبنت خالتي، انا اللي كنت فرشاها. حبيت النهاردة اشارككم بالفيديو ده، يمكن ناس تاخد منه فكرة وتنفذها. يعني انا اللي كنت رصة النيش هنا. ممكن يكون انتوا شايفينه ان هو يعني زحمة وكتير وكده، بس هما كانوا حابين يحطوا يعني الحاجات دي كلها في النيش، فانا اضطريت ان انا احط الكمية دي كلها. طبعا انا بفضل ان الحاجات تكون خفيفة واهدى من كده يعني في النيش، بس ساعتها هما كانوا حابين يحطوا الحاجات دي في النيش، فانا حطيتها لهم. يعني حطيت كل حاجة زي ما هما كانوا عايزين، لان كان عندها حاجات كتيرة برضو للمطبخ، فده المطبخ بتاعها برضو. حطيت بقى في الضلفتين دول اركوبيريكس كده، وشوية كوبايات وكاسات، وحطيت هنا كمان بعض الحاجات كده من الصيني، وكمان الاركويريكس اللي هما باقي حاجات النيش. وهنا ده المجات بتاعه الشوربه حطيتها برضو هنا. والابريق ده برضو كان حلو كده، شكله عجبني كده ماشي مع الصيني. ودي بقى كده الرخامه، دي شكلها كده. وهنا الميكرويف، هنا بقى تحت اول ضلفه هنا حطيت فيها طقم صواني بايركس كده من فوق، وطقم كده حلل الومنيوم. هنا برضو كان في شنطة السكاكين دي، وكنت حاطة بقى شوية حاجات ألمونيوم وشوية صواني من تحت. ودي بقى كده الشوك والمعالق بتاعتها. وهنا بقى السكاكين، يفضل ان انتي تحطي المعالق في مكان والسكاكين في مكان لوحدهم، ما يبقوش كده كلهم مع بعض. وهنا بقى كنت حاطه طقم البايركس ده، وكمان الصواني دي. كان في كمان اللبانه والطاسه برضو حطيتهم في نفس الضلفه. وهنا بقى شويه بلاستيكات وشويه حاجات كده ستانلس. وبعدين بقى هنا ضلفتي كده طقم السيراميك كده، حطيت لها كل حاجه كده مع بعض، وحطيت كمان معاها طقم التوزيع بتاعها. والضلفتين دول فيهم كده طقم الجرانيت، وكمان الطقم الاستانلس، الحلال الاستانلس والحلال الجرانيت واللبانه والكازرولة بتاعتها. والضلفتين دول كده اللي هم فوق الحوض، حاطه فيهم كوبايات وطقم كده كاسات. ودي بقى الضلفه بتاعت الشياله بتاعت الاطباق دي، اللي هي بتبقى فوق الحوض، حطيت لها فيها كم من كده طبق تستخدمهم. وكمان الكوبايات برضو كم من كوبايه كده تستخدمها، تبقى يعني فوقيها كده على طول، تستخدمهم على طول في الاكل وكل حاجه. والضلفه دي حطيت لها الحاجات اللي هي مش هتستخدمها كتير، البلاستيكات الزياده والحاجات اللي هي يعني استخدامها قليل بالنسبه لها، حطيتها لها كده رفعتها فوق. وهنا بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوش بقى تدعموني بلايك واشتراك وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. شكرا جدا ليكم، سلام عليكم.